السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربما كل شيء شاف السيدة اللي كنا يعني نشرناه عبر الصفحة، لأن الأمر كان جد خطير بحكم أن كان عندها الدود كيخرج لها من الكتف ديالها، عدة خروقات ماشي وقته باش نتكلموا على داك الشيء. المهم اللي غنتكلموا عليه هو أن السيدة ملي تم نقلها إلى مستشفى ابن رشد عندها السرطان ومحيدة لها الثدي ديالها، ناضو كتبوا ورقة باش نجيبوها لمركز مصلحة الولادة. أنا بغيت نفهم شنو هي العلاقة اللي كتربط هاد السرطان اللي خاصها تكون نورمالمون في الربعين، وخلاو الناس هنا كلهم كيغوتوا وخلاو الناس ما فاهمين حتى شي حاجة هنا. إذا علاش وحدة فيها السرطان غادي نجيبوها للولادة؟ واش حاملة؟ واش شنو المشكل؟ ما فهمتش أنا. واش بغاو غير يصدروها؟ واش بغاو ما يستقبلوهاش بن رشد؟ هذا السؤال كيطرح نفسه. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، هاد السيدة راه ما اعتبروهاش واش ما كاين لا تطبيب لا استقبال زوين لا حتى شي حاجه. بالسيف هاد الناس ما يستقبلوناش مزيان. علاش؟ لان ماشي دورهم، لان الدور ديالهم هو يحلوا الكرش ديال البطن ديال الام ويولدوها. لا غير هادشي اللي كنتكلموا عليه. كنتمنى من ان الميساج يوصل، وراه الحمد لله بحكم الاخ رئيس المنظمه ديال حقوق الانسان راه حنا اتصلنا مع الشرطه باش ما يكونش فوضى، باش ما تكون حتى شي حاجه ضرب غلف كله خارج. هو جاي هنايا باغي السيده تداوى لا غير. اذا السؤال اللي كيطرح نفسه، واش مرضى السرطان غادي الى مرضوا ولا كان عندهم شي مشكل نجيبوهم لمصلحه الولاده باش مصلحه الولاده يقولوا لنا راه خاصها ترجع، مع العلم على ان لومبيلونس روينه الى الله محمد رسول الله. كلمه الاخ الرئيس بكل صراحه، انا والله الا رساله كنوجهها لملكه البلاد اللي كيقول الناس اللي كيقولوا اسقاط النظام ولا كيقولوا اسقاط ديكتاتور، اللي كيتسبوا هاد الناس اللي كيتسبوا في المصائب ضد الملك، هاد الناس اللي كيتسبوا الاحتقان الملك، هاد الناس اللي كيتسبوا الاحتقان في المجتمع، هادو هما سبب الفتنه. الفتنه كيفاش كتبدا في هاد البلاد؟ كتبدا من هنا مع 12 ورغم اتصلنا بالامن قاعه المواصلات، يعني لاصال ترافيك، اتصلنا بالامن باش يتدخل باش ما يكونش واحد الاحتقان. اين هي كرامه؟ اين هي كرامه الانسان؟ اين هي كرامه المواطن المغربي؟ اين هي كرامه المراه اللي كتبقاو تطبلوا علينا بحقوق المراه؟ فين كتبقاو تقول لنا حقوق النساء؟ فينا هو فين هي الجمعيات؟ فين هو حقوق المرأة؟ ها هي مرأة مريضة الدود خارج منها، الكتف ديالها غيتقطع. الناس من 12 عائلات، الناس ديال ساكنة الدرب غلف عيب وعار حرام. هادي البنت ديالها هذا ما فهمتش انايا. لا حول ولا قوه عطيت التصريح خليها تهضر. حسبي الله ونعم الوكيل في هادو، حسبي الله ونعم الوكيل في هادو. وفي الطبيب واش انا ما عمري ما شفت ماما مريضه بالكونسير مسرطنه من تحت الولاد، ما هي حامله، ما هي عندها ميكرو في الوالده ما تلحالها وكونسير سرطان ومسيطرين على الشعب دابا اللي مدخل، ولاد الشعب اللي مدخلين هادشي، ولاد الشعب اللي مدخلين. خوتي اليوم باش تعرفوا شنو وقع، راه مع 11 دينا لبلاصه المستعجلات، شافوها تما اصحاب الكونسلطاسيون، صيفطوها لمصلحه الولادات، جابتها لومبيلونس لمصلحه الولادات. مرأة فيها السرطان جابوها لمصلحة الولادة. تماما كنا كنتظروا باش يعطيوها السيروم ولا يعطيوها شي حاجه، بقاو مخلينا مليوحه من 12 حتى 4 ديال الصباح، وحنا كنتسناو عوض ما نمشيو نعسو ونجيو غدا نكتشفوا الحاله. كيناديو علينا كيقول لنا عيطوا لومبيلونس ديوها عاوتاني من هنا، ردوها عاوتاني للمستعجلات، مستعجلات صيفطونا لمصلحه الولادات، مصلحه الولادات يصيفطونا للمستعجلات. السيده اللحم ديالها كيتكال، مهرجان الموازين كتخسر عليه الملاير، الكرة القدم كتخسر عليها الملاير، والقطاع الصحي اللي هو مهم شوف ما كتخسر عطيني واحد الدقيقة. شوف غنجيوكم حنا من الاخر، حنا كشباب غنجيوكم من الاخر، حنا كشباب. يا اما غتصلحوا لينا النظام ديال التطبيب، ولا اقسم بالله اذا ربا قتلتوه، الاب ديالي قتلتوه وعدة اباء ماتوا، اشنو غيطرا؟ ما عنده ما يطرى. تهمتونا باننا كنسرقوا، اشنو طرا؟ ياك دخلنا للحبس وخرجنا، اشنو طرا؟ غتقتلونا اقسم بالله. وما يكون في البلاد كلها، حنا ما كنتكلموش على الحسيمه ولا على الدار البيضاء ولا على الريف ولا كنتكلموا على فاس او على منطقه معينه، حنا كنتكلموا على كبشريه كمواطنين
اليهود كيحميو ريوسهم، النصارى كيحميو بعضياتهم، العلمانيين كيحميو بعضياتهم، اللي ما عندهم حتى شي ديانه كيحميو بعضياتهم. وحنا الشعب اللي كنقولوا على اننا شعب واعي وشعب مسلم في دوله اسلاميه يحكمها امير المؤمنين، ما كنلقاوش هاد المؤمنين في المصلحه في عده جهات معينه، لا في الادارات ولا في المصالح. لماذا يقول ملك البلاد يجب على المواطن ان يعيش بكرامه، ويجب على الادارات ان توفر للمواطن اي حاجه غادي يحتاجها؟ علاش كاين تناقض ما بين اقوال الملك وما بين هاد الناس؟ اذا هاد الناس ما كيخافوش من الملك او لا هما كيحاربوا الملك؟ هم لا يحاربون الشعب، هم يحاربون الاب الاكبر اللي هو ملك البلاد. اذا من هذا المنبر نريد العيش. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. حنا راه ما كنتكلموش، شوف حنا راه ما كنتكلموش كمتزعمين ولا كنتكلموا كواحد الناس كنترقصوا شي حاجه اخرى، لا حنا كنتكلموا كناس كيطالبوا بالحقوق ديالهم. اذا بغيتوا تتهمونا مرحبا، بغيتوا تديونا الحبس مرحبا، ولكننا لا نطالب الا بحق العيش وحق الكرامه. واذا كنتوا غتحاربونا لاننا كنطالبوا بهذه المطالب فمرحبا، حنا كنقول لكم مرحبا، وراه ما عمرنا غنسكتوا. وراه هذه فضيحه وسابقه في اوانها. وحده عندها السرطان غديوها لمصلحه الولاده. اللهم انا ذا منكر. حسبنا الله ونعم الوكيل. وحنا دابا راه غنتبعوا الحاله ديال السيده وراه ما غنفوتوهاش. كان تنسيق مع رجال الامن مشكورين لانهم حضروا، تكلمنا معاهم على اساس حاجه وحده، لان كاينه ساكنه ديال درب غلف هنا وبغاو الناس يجيو وكانوا غادي يكون واحد الاحتجاج. حنا ما خليناهمش. علاش؟ لاننا نعرف تماما اين توجد مصلحه الدوله، لاننا حنا اللي باغيين الخير لهاد البلاد، ماشي هاد الناس اللي هما كيتغاو وكيحاولوا انهم ما عرفت شنو يديروا لهاد المواطن هذا. اذا من هذا المنبر كنقول حنا غنتبعوا هاد السيده شنو غيطرى معاها، وراه ما غنسكتوش. وإلا ما تدخلش وزير الصحه في هاد السيده راه كنقول لكم اقسم بالله العلي العظيم هاد السيده غادا تبقى تتلاوح من سبيطار لسبيطار، من راديو لراديو. وراه هادشي اللي كاين. انتم تساهمون في قتل الشعب، وتساهمون في خراب البلاد، وتساهمون في كلمه الانفصال باش تولي تطبق علينا في البلاد، وكتساهموا في خراب ابناء الشعب، في الاطفال، في الصغار، في الكبار. اللهم انا ذا منكر. الله ونعم الوكيل. اخ رئيس. اخواني عندي واحد السؤال. انا الشيخ زايد بن سبيطار بغا يديروا في سبيل الله، كيفاش الدوله خوصاتو؟ هذا سؤال كنطرحه انا. الدوله خوصات داك السبيطار، باني الشيخ زايد بن عنده وفر ليه المسائل والاجهزه تخصص. هذه من جهه. من جهه ثانيه باش نوضح واحد الكلام ديال مشكره، الناس هنا في كازا الا مشاو تخرجوا يحتجوا راه ما غتكونش كازا ماشي هي الريف. الا مشات كازا تخرجت الاحتجاج راه فيها البلطاجيه بزاف، راه غينوضوا الدماء. كارثه عظمى لا خرجات كازا تحتج. ما غنتفقوش على كلمه واحده. بيناتنا غنطايفوا، بيناتنا غنديروا العجب المتعجب. هذا الشيء علاش حنا كنديروا هاد لا فيديوهات، باش على الاقل هاد المسؤولين يوصلهم الصهد ويقدوا لنا ويقدوا لنا قطاع الصحه. راه كنطالبوا بمطالب مشروعه، التعليم والصحه. دابا راه الفجر اليوم شنو اليوم؟ اليوم الثلاث الفجر غادي 4 ديال الصباح. هاد الشعب علاش ما يجيش؟ بنتي راه كتقرا حتى هي، بنتي كتقرا وما بغاش تمشي حيت هادي منات المغرب، منات المغرب عباد الله، منات المغرب هادي منا تقدر توقع لمي، تقدر توقع لمو، تقدر توقع حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الشيء كيوقع فينا، حسبي الله شو ماشي اللي كيوقع. تيكون السبيطار باغيين والو، ما باغيين نعيشوا، ما باغيين والو، ما غاديش تعطي الفلوس. آخر كلمة الأخ. نحن في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام كندوا بهذه الكارثة اللي وقعت اليوم وهذه الفضيحة، وغنديروا واحد البلاغ لوزير الصحة، وكنحملوا مسؤولية لهاد الناس ديال اللي مسؤولين اللي صيفطوا السيدة لمكان المستعجلة الولادة وهي خصها فيها الدود. يعني العوض فاش يجيو أطباء وتكون حالة استعجالية من 12 لدابا، يعني السيدة مرمية مازال دابا باقي ما حالوهاش حتى فين. اللهم إنا ذا منكر. حنا كنستنكروا غنخرجوا بيان على هذه المسألة هذه. إذا آخر كلمة من صاحب الصفحة، آخر كلمة كنقول لكم هذه سابقة في أوانها وهذه فضيحة كبرى. كنتمنى أي واحد يبارطاجي الفيديو، قولوا لأي واحد كتعرفوه
ان واحد السيده فيها السرطان داوها لمصلحه الولاده. قولوا لاي واحد كتعرفوه على ان واحد السيده فقيره حقيره ما كتسوى حتى شي حاجه في هذا البلد. علاش؟ لانه كانت كتسوى ربما كون كانت مده هذه باش كانت غتداوى. الرونديفوهات هي راه الحاله ديالها كيخرج منها الدود وكيعطيوها الرونديفو على شهرين على 6 شهور، وهذا هو السبب اللي كان توفى به الاب. اذا من مرض السرطان الى مصلحه الولاده، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمه الله.